خلاص اللي خلص حبيت بس اقول كلمتين وخلاص. تمام. الحاجه عايز اقول لكم عليها النهارده طبعا راس السنه صح؟ ما ينفعش اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. هقول لكم ايه؟ كل عام وانت على طاعه الله اكبر. دي اول حاجه. طيب معاك حاجتين قصدي تعملها النهارده قبل الساعه ما تيجي 12. لو جت 12 بيبقى معاك يوم ايه؟ السنه جديده صح كده؟ هتختم السنه دي بركعتين لله شكر على اللي حصل معاك في حياتك كلها اللي هي ايه؟ بتاعت سنه كام؟ 23. بركعتين شكر لله على اللي حصل معايا وستري اللي ربنا سترني بيه، وان انا غلطت كتير وربنا برده ما زال بيسترني. وهتصلي ركعتين مع بدايه الساعه 12. اسمع الكلام ده من اخوك الكبير، اسمع الكلام ده من مين؟ هتبتدي السنه الجديده بركعتين شكر لله وتستعين بربنا على حياتك اللي جايه جديده في السنه الجديده. انت ما تعلمش ايه اللي هيكون فيها صح؟ انا غلطان، يبقى استعين بربنا. تمام. وابتدي السنه الجديده بركعتين شكر لله وادعي ربنا باللي نفسي فيه، واختم على الاقل يعني 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 استغفر الله العظيم يا رب القران فاهم؟ صفحه بس حتى وش وظهر. يبقى انت بديت سنه جديده مع ربنا على خير. والله 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 لو مش عاوز مصلحتك ما اقول لك على الكلمتين دول. انا قلت لك على كلمتين عايز تعمل بيهم بتاعتك، مش عايز تعمل بيهم على الاقل بقى انا رشدتك لحاجه تاخد بيها ثواب في السنه الجديده. تمام يا رجاله؟ في بعض الناس طبعا انا مبسوط منهم جامد ان هم عملوا التمرين صح. مش عايزينكم نسقف نفسنا جامد.